السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده كده فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. بس قبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره بقى بتشوفوني يا ريت بقى تتابعوني وتعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. النهارده بقى معانا روتين كده على السريع. طبعا انا كنت بقى في مشوار وجايه كده متاخره وما عملتش غدا وما عملتش اي حاجه والدنيا تضرب تقلب زي ما انتم شايفين كده. انا بقى مشيت كان الولاد لسه نايمين فما ينفعش ان انا ارتب يعني او اظبط اي حاجه قبل ما امشي، فانا مشيت بقى سبت الدنيا كده على وضعها. رجعت بقى بعد الظهر كانوا هما بقى صحيوا ولقيت الدنيا بايظه زي ما انتم شايفين كده، فحاولت بقى ان انا اروق الدنيا كده قدر المستطاع. ترويق كده على المشي، ولا هشيل ولا هحط ولا اي حاجه، هو الترتيب اليومي او التنظيف اليومي بتاع كل يوم. مجرد ان انا ارتب الحاجه كده واحط كل حاجه مكانها وبس كده. عشان طبعا انا متاخره لسه ما عملتش غدا ولا عملت اي حاجه. هحاول برضو ان انا اعمل غدا يكون اقتصادي كده وسريع علشان بس الوقت، وعشان جايه متاخره وكده زي ما انا قلت لكم. طبعا بقى تشجعوا بقى يلا كده ما تكسلوش بقى في الحر ده. انا عايزه اقول لكم ان انا جايه بقى حرانه وزهقانه، وبصوا كل حاجه وحشه في الدنيا حصلت لي في اليوم ده. يعني حرانه وزهقانه وقرفانه وكل حاجه. دخلت بس البيت كده يا دوب صليت الظهر وخدت بقى دش كده وقلت بقى ايه ما بديهاش، انا لو قعدت بقى هنام ولو نمت هكسل، فالاحسن ان انا كده على السريع بقى وانا لسه كده يعني حاسه بانتعاش كده من الدش اللي انا خدته طبعا بعد ما صليت. فقلت الاحسن بقى ان انا اروق الدنيا كده حواليا واعمل بقى الغدا، وبعد كده لو حبيت انام بقى بعد العصر شويه ولا حاجه تبقى الدنيا قدامي ايه نظيفه وما يبقاش ورايا حاجه. طبعا دلوقتي انا في اوضه الولاد زي ما انتم عارفين، صورت لكم فيها كتير قبل كده. فانا دلوقتي بظبط كده السراير، اطبق بقى الدفايه دي بنبقى نتغطى بيها كده بعد الفجر كده ولا حاجه، بتبقى الجو ساعات كده بيسقع فحطها لهم كده بيتغطوا بيها لو حبوا، ومعظم الوقت ما بتغطوش بس انا حطاها كده احتياطي يعني. ظبط برضو المفارش كده يعني. مش هغيرها لانها نضيفه، كنت مغيرها قبل كده من حوالي يومين ثلاثة، فانا بس مجرد ان انا بظبطها كده لو متزحلقه ولا حاجه. بثبتها كده تحت المرتبه وخلاص على كده. زي ما بقول لكم كده الترتيب اليومي اللي احنا كل يوم بنعمله، يعني احنا كستات بيوت كل يوم بنعمل الكلام ده. بس انا قلت اشجعكم بقى معايا كده واعيشكم بقى اليوم بتاعي. خلصت كده السراير، بظبط بقى كده الارضيه بكنسها كده برضو على الماشي. انا عايزه اقول لكم ان ولادي ماشيين عكس الناس يعني دايما. سايبين المفروض ان المخده تبقى هناك كده في ظهر السرير، يعني مكان الدفايات كده مثلا مكان المفارش كده. هما لا بالعكس بيجيبوا بقى المخده مكان الرجلين يعني. هم يحبوا يناموا كده علشان يبقى وشهم قريب من المروحه. كل ما ارجع المخدات هناك في اخر السرير في المكان الطبيعي بتاعها يروحوا هما مرجعينها تحت الرجلين، المفروض المكان اللي يكون فيه رجليهم. فانا نسيت بقى فسبتهم براحتهم يعني. خلصت كده الاوضه بتاعتهم، دخلت الاوضه بتاعتي انا بقى. في بقى هدوم كده عايزه تدخل كده في الغسيل، وفي هدوم كده عايزه تدخل كده الدولاب، والدنيا برضو كده ايه آه، نوعا ما مش متظبطه لان الولاد بيبقوا يخشوا يغيروا هنا عشان هنا في المرايه والمرايه ديت وفي المرايه اللي في الدولاب. فهم هدومهم كمان في الدولاب اللي في الأوضة دي، فالأوضة دي داخلين وطالعين فيها كتير يعني، حتى لو أنا مرتباها أو كده ممكن يخش يغيروا ويسيبوا الهدوم على السرير أو أيا كان يعني. فأنا برضو بظبط كده برضو إيه على السريع، وبحاول بقى أن أنا أنفض كده وأظبط كده الدنيا على السريع بقى. اليوم الطبيعي بقى، اليوم الطبيعي بتاعنا خلاص رحنا مشوارنا خلصنا راجعين بقى، اللي احنا كنا هنعمله الصبح فبنعمله الساعة 2 الظهر عادي يعني ولا أي حاجة. ولا بيهمنا حر ولا بيهمنا أي حاجة. عايزه اقول لك انا كنت بعيط اصلا. الجو كان حر نار. برضو الاوضه ما بتاخدش معايا دقيقتين، مجرد انا بظبط السراير واشيل لو في حاجه زياده واكنس الارضيه بس كده، ما فيش اي اضافات تانية يعني. رحت بقى الصاله دلوقتي، انا في الصاله بظبط برضو في حاجات كده متنعكشه وفي حاجات مش في اماكنها، فبظبط برضو على السريع كده كل حاجه كده برجعها مكانها، وارتب المخدات وارتب الدنيا كده. وبرضو الصلاة مش هتاخد معايا دقيقتين زيها زي الاوض بالظبط.
عايزه اقول لكم انا حابساهم دلوقتي، الاوضه اللي انا اخلصها ادخلهم فيها، والاوضه اللي انا لسه ما عملتهاش اطلعهم منها، ومحيراهم معايا دلوقتي اللي انا بعمل في الروتين ده. طبعا بقى ولا قدرت اكنس بلكونات ولا قدرت اكنس السلم ولا اي كلام من ده، انا ظبطت الشقه بس المكان اللي انا قاعده فيه على قد كده على قد ما قدرت، ولان كنت جايه مفرهده من الحر قوي زي ما بقول لكم، وعملت لهم الغدا وكتر الف خيري كمان على كده يعني انا ما سبتهمش من غير اكل في اليوم ده بعد البهدله اللي انا كنت فيها دي. لا عايزه اقولك لما بكون بقى رايحه مشوار وعندي اكل بقى من قبلها بيوم، او عندي غدا من قبلها بيوم، تبقى الدنيا رايقه معايا، حتى لو اتاخرت او ايا كان ما عنديش اي مشاكل عارفه ان انا هروح باشا كده يعني ما ورايش اي حاجه. دلوقتي بقى كنت حاطه بطاطس كده، حطها في ميه كده تبوش عشان اقطعها واسلقها. هعمل بقى غدا اقتصادي اقتصادي هعمل غدا اقتصادي. هعمل رز اللي هو الرز بالعدس او الرز الكشري او الكشري الاسكندراني زي ما انتوا بتقولوا عليه يعني. احنا بنقول عليه كشري، في ناس بتقول عليه كشري اسكندراني، هو اسمه اصلا كشري اسكندراني، وفي ناس بتقول عليه رز على عدس، فعلى حسب يعني. دلوقتي بقى انا كنت حاطه البطاطس كده تبوش عشان لو فاطمه او حاجه، وغسلتها وشطفتها كده زي ما انتوا شايفين معايا، واقطعها كده وادخلها بقى ادخلها ايه اقطعها كده واحطها تتسلق، عبال ما انا اكون عملت بقى شويه رز كده على السريع، وهعمل بقى طبقين سلطه، هقلي بقى بتنجان الاكله الحرشه اللي احنا كلنا عارفينها دي، وشويه مخلل وبس كده، ويبقى كده الغدا بتاعنا جاهز يعني. انا مش هعمل اكتر من كده، هو ده الغدا اللي انا هعمله النهارده والله بقى اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه فانا خلاص خدت كميه البطاطس بقى اللي انا محتاجاها وغسلتها وشطفتها، هحطها بقى في حله كده على النار وشويه ملح، وولعت عليها كده خلاص السلق. هعمل بقى الرز، جبت بقى العدس كده ونقيته كويس، ونقيت الرز وقلبته كله على بعضه كده، وهغسل الرز طبعا كويس جدا لحد ما الميه بتاعته تبيض خالص، تبقى الميه نظيفه خالص. وهتشوفوا بقى انا هعمله ازاي. طبعا كل حد وليه طريقه يعني، بس انا طريقتي مفيش اسهل منها يعني. زي ما انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. هقطع بصلايه واحمرها كده نص تحميره او اشوحها نص تشويحه وهنزل عليها بالرز، اسيب الرز بقى كده يتشوح شويه كده مع البصلايه، وبعد كده هنزل عليه بميه سخنه. هي دي طريقتي في الرز عموما يعني، الرز الكشري ده. زي ما انتوا شايفين اهو البصله معايا مقطعاها وبشوح فيها كده، هديها بس لون وانزل عليها بالرز. شويه بقى فلفل اسود وشويه ملح صغيرين لا شويه فلفل اسود صغيرين عشان ما يغمقوش لون الرز، شويه ملح وشويه كمون، ونقلبهم كده مع بعض كويس بالرز كده في شويه الزيت الحلوين دول مع البصلايه، وننزل بقى بالميه السخنه، ويبقى الرز بتاعنا كده ايه، نسيبه بقى يعيش حياته كده مع نفسه، ونشوف احنا هنعمل ايه تاني. زي ما انتوا شايفين معايا كده بقلب بقى في الرز لحد الرز ما يسخن قوي ويتشوح كده معايا ويتغلف بالزيت. هو الرز ده عموما بيحتاج شويه زيت حلوين يعني، او لو عندك بقى معلقتين سمنه بلدي انسي بقى بس انا بقى ما بكترش الزيت في الاول، انا بحط الزيت العادي في الاول، لكن والرز بقى بيتشرب كده. لما انا بقى باجي اقلبه كل شويه كده اشوف استوى او لا، او بقلبه عشان يستوي، بروح احط عليه بقى شويه زيت وانا بقلب فيه، بيدوله بقى لمعه حلوه قوي، بيخلوا الرز مفلفل كده وكل حبايه لوحدها. لكن ما بحبش احط عليه يعني زيت كتير كده في الاول، لان ما بقاش باين برضو. والرز ده كمان مش بيحتاج ميه كتير يعني، ما بيتغطاش اصلا بالميه يعني، يا دوب كده يعني يا دوب الميه يعني مستوى الميه ومستوى الرز زي ما انتوا شايفين كده، علشان ما يطلعش معجن معايا. خلاص سبت بقى الرز كده يستوي كمان، والبطاطس بتتسلق، وعملت بقى طبق سلطه حلوه كده، سلطه خضراء من غير اي افتكاسات يعني، ما حطيتش عليه غير طماطم وخيار بقى بس. وساعه الاكل بقى او ساعه ما اجي افضيها هبقى احط عليها بقى التوابل بتاعتها وشويه زيت وبس كده. انا ولاد ما بيحبوش عليها الفلفل، ولا انا لو في بقى كزبره او خضره او بقدونس كنت حطيت، بس ما كانش في موجود دلوقتي.
خلصت بقى السلطه وقلت بقى إيه لما اجي بقى احمر البطاطس، بعد ما احمرها اروح محمره بعدها طبقين بتنجان او طبق وبس كده. فقلت بقى دلوقتي بما اني واقفه كده في المطبخ وخلاص خلصت بقى، سايبه مش هحمر البطاطس غير وقت الاكل، والرز خلاص بيستوي يعني مهديه عليه. قلت بقى اعمل عصير برتقال فريش كده زي ما انتم شايفين، يفوقنا بقى شويه كده. كنت حاطه ازازه بقى في الفريزر اول ما جيت علشان تعمل تلج، علشان اعمل بقى العصير، عشان تحسي كده بانتعاش كده، وتحسي كده ينسيكي تعب اليوم. كوبايه العصير دي تنسيكي تعب اليوم، خصوصا عصير البرتقال بقى انا بحبه موت. جبت كمان ليمونه صغيره كده اقشرها علشان افرمها مع العصير. طبعا بقى دي بتفرق جدا في طعم العصير، بتخليه ما يأكسدش، وبيخليه كمان تحسي بانتعاش اكتر. انا في اي عصير عموما، اي عصير طبيعي، بحب اضيف عليه ليمونه صغيره او نص ليمونه كبيره، سواء كان عصير مانجا سواء كان عصير جوافه. بالذات عصير الجوافه كمان ما بيخليهاش تسود، والليمون عموما حلو في العصير ما بيخلوش يأكسد. حطيت بقى السكر وطلعت بقى ازازه الميه دي، كانت يعني تلجت كده نص تتليجه كده، كانت ميه بتلج، فكانت تحفه بقى يعني تشربي كده وتنسي الدنيا. حطيت بقى مقدار السكر اللي انا محتاجاه، وبدات بقى ان انا افرم كده العصير بتاعي كده. انا كنت خلصت بقى كل اللي ورايا، وكنت خلاص تقريبا كده تقريبا يعني خلصت الغدا. ساعة الاكل بس احمر البطاطس والبتنجان وبس كده. وده بقى العصير خلصته وصفيته بقى وفضيته بقى في الشفشق الحلو ده، واصب بقى ليا كوبايه انا بقى اشربها كده وهي متلجه. وارطب بقى على نفسي كده وادلع نفسي بقى، ما لقناش حد يدلعنا، احنا ندلع نفسنا، مفيش اي مشاكل. كوبايه العصير دي بقى بصوا دي من الاخر، بالذات ان هي تبقى مشبره كده ومتلجه، فتحفه بجد. كده الفيديو بتاعي خلص بقى، واليوم بتاعي خلص، والروتين بتاعي خلص. بتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. اشوفكم بخير ومع السلامه.